بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة أثريات محمد النشار هنقدم لكم اليوم فيديو عن مشكلة ال5 جنيه الجديدة، اللي هي آخر إصدار اللي هي 23. مشكلة 5 جنيه يا جماعة إن هي الحبر بتاعها يعني يعتبر يكون ضعيف جدا، وتبان لك ان هي 5 جنيه مزورة مع ان هي حقيقية. بس مشكلة ال5 جنيه 23 ديت ان هي خاماتها رديئة جدا. يعني تبصوا عندك ال5 جنيه اهيت، الحبر بتاعها ما بقالهاش سنة والحبر بتاعها ضاع منها. يعني يعتبر ال5 جنيه عاملة زي المغسولة، 5 جنيه عاملة زي المغسولة. يعني لو كل واحد راعى ضميره في شغله ربنا هيجازيه خير، لان كده بالمنظر ده كده جميع العملة 5 جنيه بتاعت 23 كلها مسحة، بتمسح بالمنظر ده. يعني الخامة بتاعتها جودة أقل. يعني ممكن نيجي 5 جنيه نوع تاني، 5 جنيه اللي هي القديمة اهيت، دي اصدار 22، الاصدار 22 يعني قبل بسنة. وشوف الفرق اللي بينهم، شوف الفرق اللي بينهم فرق شاسع. هنا الحبر بتاعها ثابت متماسك، واللي قبلها بسنة. يعني ديت ال5 جنيه ديت بقالها سنتين وشكلها زي ما هي ما فيهاش أي شيء. إنما ال5 جنيه اللي هي 23 اللي هي ديت بعد ديت بسنة، والحبر بتاعها شو عامل ازاي. فيا ريت رجاء من صناع هذه العملات ان ياخدوا بالهم من موضوع الاحبار، لان كده اللي في بعض الخمسات بترجع من الناس وهي بتصرفها محدش بيرضى ياخدها بسبب هذا هذا يعني العمل في 5 جنيه ان هي بتمسح بسرعة، ومع ان هي 5 جنيه سليمة. يعني فيها العلامة المائية كل حاجة تمام، العلامة المائية موجودة فيها كل حاجة تمام. هي زي ما قلت لحضرتك اهيت ديت 2023 اللي هي مسحة، وديت 2022. فلذلك يا حضرات نراعي ان ال5 جنيه ديت سليمة وتمام التمام، ويمشي على جميع الاحوال لانها صادرة من الحكومة ومفيهاش اي شيء. بس يا ريت كل ياخد باله ان اللي بيصرف 5 جنيه ديت غصب عنه. وجزاكم الله كل خير. دي معلومة بحب اوصلكم بس يا جماعة عشان تعرفوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.